ليفربول بشخصية البطل بيقلب الترابيزة على نيوكاسل يونايتد بعد ما كان خسران 1-0 وبيلعب ب10 لاعبين. وريال مدريد قدر ان هو يكسب سيلتا فيجو، لكن مع ذلك لسه لعنة الإصابات بالطرد. هل كارلو أنشيلوتي هيخلف بوعده ويطلع تاني في المؤتمر الصحفي ويقول ان احنا هنضطر نتعاقد مع لاعبين جدد علشان يعوضوا الإصابات الكتيرة اللي أصابت الفريق، ولا ايه؟ ده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. احنا جايين النهارده نتكلم عن ماتش ليفربول ونيوكاسل يونايتد، وبرضه الماتشات التانية اللي حصلت في انجلترا، وبرضه اللي حصل في ماتش ريال مدريد وسيلتا فيجو. مش هيعدي مرور الكرام علشان في اصابات كتيرة اصابت الفريق الفترة الاخيرة، ولازم يبقى في تصرف اخير قبل ما باب الانتقالات يقفل، ولازم يبتدي كارلو انشيلوتي يتعاقد مع لاعبين بعد ما قال من اسبوع ان خلاص باب الانتقالات اتقفل بالنسبه لريال مدريد ومش هيتعاقد مع لعيبه تانية. انا عارف ان انا طولت شويه في الانترو دي، بس كان لازم نقول الكلمتين دول قبل ما نبدا. ويلا بينا بقى، كان معاكم محمد ممدوح، يلا بينا نخش بالانترو. طيب خلينا نبدا الاول بماتش ليفربول ونيوكاسل يونايتد. حاليا ليفربول يعتبر نقول ان هو بيمر بفتره جيده، يعني من 3 ماتشات قدر ان هو يتعادل ماتش ضد تشيلسي ويقدر يكسب ماتشين تانيين. بس حاليا برضو ليفربول لسه بيواجه مشاكل كتيره جدا في خط الدفاع. حاليا ليفربول قدر ان هو يحل مشاكل الهجوم شويه اللي كانت موجوده عنده، قدر ان هو يلاقي شويه حلول. خط الوسط طبعا بعد قدوم الصفقتين ماكاليستر وسابوسلاي قدروا ان هم يظبطوا خط الوسط بطريقه حلوه جدا، ومستني يشوف تياجو الكانتارا لما ينزل معاهم ايه اللي هيحصل. لكن حاليا لغايه دلوقتي المشكله الاكبر بتاعه ليفربول وهي مشكله الدفاع. حاليا فان دايك اللي احنا كنا نقدر نقول عليه من 2 3 ان هو احسن مدافع في العالم، دلوقتي بقى بيغلط غلطات ساذجه جدا وبقى سبب من اسباب مشاكل في الدفاع. مش هنكر ان احنا نقدر نقول عليه ان هو مدافع قوي، لكن مع ذلك هو ما بقاش قادر ان هو يشيل دفاع ليفربول. بدأت تظهر ثغرات كبيرة جدا ومشاكل كتيرة جدا في الدفاع، وخصوصا برضو من الجبهة بتاعة ترينت ألكسندر أرنولد اللي لسه بتكلم عليها من السنة اللي فاتت. حاليا يورجن كلوب قدر ان هو يدي يعني تعليمات جديدة وتوظيف جديد لترينت ألكسندر أرنولد ان هو يبتدي يضم في خط الوسط ويبتدي يصنع اللعب مع سابوسلاي وماكاليستر، بس ده بيخلق ثغرة كبيرة جدا موجودة في الجبهة الشمال دي. ولولا ان ايدي هاوي قدر ان هو يخرج جوردن في الشوط التاني، كان زماننا شفنا فضايح في الشوط التاني من الجبهة دي. خصوصا نيوكاسل يونايتد كان عندهم كذا فرصة ان هم يقتلوا الماتش بس ما عرفوش يقتلوه، وقدروا ان هم يدوا الفرصة في الشوط التاني لليفربول ان هم يرجعوا يتقدموا ويخشوا في الماتش تاني. فحاليا يورجن كلوب لازم يبتدي يشوف حل مشاكل الدفاع دي، سواء ان هو يقدر ان هو يطلع مثلا حد من الأكاديمية او ان هو يتعاقد مع حد حتى لو شاب او موهبه لسه صغيره، او حتى مدافع من العيار التقيل يبقى احسن طبعا. بس لازم يورجن كلوب ان هو يحل المشكله دي لو عايز ينافس على دوري الانجليزي السنه دي. وهنقول برضو شويه طشاش كده على ماتشات انجلترا. يعني نبدا بماتش ارسنال وفولهام. حاليا برضو ارسنال يعني تقريبا انا ويعني خدت بالي من الموضوع ده ان تقريبا 3/4 فرق انجلترا او 3/4 فرق اوروبا كلها عندها مشكله الدفاع، عندها مشكله ان ما بقاش فيه واحد قوي قادر ان هو يقود الدور القيادي، ان هو يشيل الدفاع، يشيل حراسة المرمى ويشيل الدفاع. من ساعة سيرجيو راموس انا ما بقتش قادر اشوف واحد كده في اي فريق حتى. حاليا ارسنال بيقدم كرة جميلة جدا وكرة حلوة جدا وبيقدم اداء هجومي تقيل قوي، لكن بالرغم من ده ما كانش قادر ان هو يمسك ضد فولهام. كانوا ارسنال كسبانين 2-1، ما قدروش ان هم يمسكوا النتيجه ضد فولهام ولا يقتلوا الماتش، مع الرغم ان فولهام كانوا ناقصين لعيب وكانوا بيلعبوا ب10 لاعبين. انا قلت من اول الدوري وقلت من قبل ما الموسم ده ما يبدا ان انا معجب بالبروجكت بتاع ميكيل ارتيتا جدا، ومستني اشوف هيقدم ايه السيزون ده، لكن برضه لازم يعني يشوف حلول برضه للمشاكل دي. اما بقى بالنسبه لمانشستر يونايتد، فحاليا مانشستر يونايتد برضو قدروا ان هم يقدموا ماتش قوي جدا ضد نوتنغهام فورست. برضو ما زالت موجوده مشاكل الدفاع تقريبا في انجلترا كلها، مش في ليفربول وارسنال بس. لغايه دلوقتي حاليا نقدر نشوف ان التوليفه بتاعه راشفورد وإريكسن وبرونو فرنانديز قادره ان هي تقدم
كل اللي منتظر منها. مستني برضه اما ابتدي اشوف انتوني، لان لغايه دلوقتي انتوني من ساعه ما جه من اياكس ما قدمش المنتظر منه 100%، وبرضه منتظر اشوف جيدن سانشو هيعمل ايه. بس حاليا مانشستر يونايتد دلوقتي ماشي بثبات، وهنشوف هيقدموا ايه السيزون ده. اما بالنسبه لتوتنهام، فتوتنهام حاليا برضو ماشيين على خطى ثابت، يعني هم حاليا دلوقتي في المركز الثاني. توتنهام بيقدموا حاليا كرة جميلة جدا، ما كنتش متوقع ان انا اشوفها من توتنهام حاليا. يعني لاول مرة اتفرج على ماتش توتنهام وحاسس ان انا ما بتفرجش على توتنهام، بتفرج على فريق تاني. بس حاليا نقدر نقول ان توتنهام منافس قوي جدا لمراكز دوري الابطال السيزون ده. اما بالنسبه لمانشستر سيتي فبرضه ما فيش حاجه جديده تتقال، بس بالرغم من ان هو كان ماتش صعب جدا بتاع مانشستر سيتي، الا ان مانشستر سيتي قدر ان هم يخلصوا الماتش بمساعده رودري، اللي دايما بيبقى لما مانشستر سيتي بيبقوا مزنوقين ومش عارفين يجيبوا جون، رودري بيظهر بطريقه غريبه كده وينهي الماتش. خلينا بقى نروح على الدوري الاسباني اللي انا كنت مستنيه، وعايز اتكلم عن لعنه الاصابات اللي عماله تجري ورا ريال مدريد. كارلو انشيلوتي من اسبوع طلع قال ان هو مش هيتعاقد مع لعيبه جديده، ودي انا حسيتها غلطه يعني كبيره جدا. انا حاسس اللي هو ايه، قالها بعصبيه من بعد ما مبابي فاهم قال لهم لا شكرا انا قاعد مكمل في باريس لسه. حاليا دلوقتي انت عندك مشاكل في الدفاع كبيره جدا مأثره عليك ومدمره لك الدنيا في الدفاع، خصوصا بعد اصابه إيدر ميليتاو. انت كان اوريدي عندك المشاكل دي في الدفاع من السنه اللي فاتت، وكان إيدر ميليتاو موجود. دلوقتي قدر ميليتاو مش موجود ومصاب، وكمان لسه عندك المشاكل في الدفاع دي. فانت لغايه دلوقتي ما حلتهاش وما جبتش صفقه تقيله ان هي تقدر تساند في الدفاع. فكمان دلوقتي بعد اصابه فينيسيوس جونيور في مصر في ماتش سيلتا فيجو، انت دلوقتي جالك مشاكل تانية جدا في الهجوم. انت حاليا ما كانش عندك غير فينيسيوس جونيور ورودريجو، هما الاثنين المهاجمين الاساسيين اللي يقدروا يسندوا هجوم الفريق، وما كانش في اي حد بديل. يعني هي دي اصلا كانت غلطه ان ما يبقاش في اي حد بديل. لكن بقى كمان لما واحد فيهم يتصاب، وبرضه انت مش عايز تتعاقد مع حد، فليه؟ انا حاسس ان انشيلوتي بايع السيزون ده خلاص. يعني اصل هو اللي ما يعرفش، يعني انشيلوتي بعد السيزون ده هيروح يمرن البرازيل، فاللي هو ايه خلاص هو باع البروجكت اللي هو بيقدمه. هو قال بقى لنفسه هو كده كده اللي انا بعمله دلوقتي هيجي حد بعديا ويدمره، فخلاص بقى مش فارقه. هل كارلو انشيلوتي هيخلي بوعده ويتعاقد مع مهاجم او حتى مدافع ويحاول يحل مشكله من المشكلتين اللي عنده، ولا هيفضل زي ما هو وخلاص؟ عشان خلاص فاضل 3 ايام ولا يومين وباب الانتقالات يقفل، فهو مفيش حل غير دلوقتي، اللي هو دلوقتي يا خلاص. اما نروح بقى على ماتش برشلونه وفياريال، يعني لو سمعتوا كلام انا قلت لكم الماتش ده فيه ان هيبقى رخم. بس حاليا برضو برشلونه بيمروا بنفس المشكله. انا حاسس ان المشكله دي بقت عالميه خلاص بالنسبه لفرق العالم كلها، ان الدفاع خلاص بقى ملط، ما بقاش فيه اي حد قادر ان هو يشيل الدفاع. مشكله الدفاع دي بقت حاجه كبيره في كل فرق اوروبا. بس بالرغم من ده يعني قدرنا نشوف اداء عالمي جدا من جافي، من ليفاندوفسكي، من ناس كتيره جدا جوه ارض الملعب. خط وسط برشلونه وخط الهجوم بتاع برشلونه اقدر اقول عليه ان هو تقيل جدا، واقدر اقول عليه ان هو يعتبر من احسن الخطوط الموجوده في اوروبا حاليا. ودي حاجه انا اخاف منها الصراحه، فربنا يستر. بس حاليا يعني نقدر نقول ان برشلونه هيبقى منافس تقيل جدا على كل البطولات اللي هيلعب عليها.